زهقت من دوشة الغربة والشغل والدراسة ومشحون ونفسك كده تشم هوا نضيف شوية وتشوف الطبيعة بجد اللي عندنا هنا في أوروبا. تعالى معايا أخدك في الرحلة دي. احنا طالعين من فرانكفورت لغاية منطقة فالشنسي في بافاريا، والمسافة يعني حوالي من 450 ل 500 كيلو كده مثلا، طبعا بالعربية. هتاخدك في حوالي قول 4 ساعات 5 على حسب حرقك على الطريق، بس لو ريحت يعني اديها 5 ساعات 5 ونص مرتاح. الطريق حلو جدا، جمال الطبيعة هيخطفك. على قد ما الرحلة ممتعة جدا بس متعبة لو ما ريحتش طبعا، لكن الجمال في حد ذاته هينسيك الطريق. البنزين يا معلم هيكلفك على حسب، لو انت عربيتك بنزين عادي او عربيتك ديزل. انا في حالتي انا ديزل مثلا، يعني تقدر تحسب كده 100 يورو رايح جاي الاتنين مع بعض، ودي في حد ذاتها طبعا انت عارف الديزل بيوفر اكتر. وصلنا جنة ربنا على الأرض خلاص. أنا هنا في فندق كافندل بليك اسمه. الفندق ده يا جماعة سعره حلو جدا، أنا جربته شخصيا. 136 يورو في اليوم الواحد، في الليلة الواحدة. والأوضة يا معلم بص هي اللي فوق دي بتطل على طول على البحيرة، منظر خلاب يعني من الآخر. لو هتيجي بعيالك هتتبسط، لو هتيجي برضو من مراتك هتعمل شهر عسل من أول وجديد. زي ما انت شايف عندهم التراس ده كله كده، بص طله كله على الميه. تاخد يا معلم كوبايه القهوه على الصبح تظبط الجمجمه. الميزه فيه بقى الفندق ده ان هو هادي ورايق، وهو اصلا معمول من الاخر عشان تهدي اعصابك كده، وفي فطار تحت. طبعا السعر ده كان انكلودنج البريكفاست اللي هو الفطار كله جوه السعر، يعني ما دفعتش فلوس زياده على على الفطار اصلا. والاكل بتاعه طبعا هو روتيني بحتي الماني، يعني مش هتلاقي اكل فاهم، بس الميزه ان هو عنده اكل حلال. بس اهم حاجه من وجهه نظري اتصل بيهم واحجز احسن ما تحجز اونلاين من على اي موقع تاني. هيدوك هم سعر مميز، لان هو اصلا اون هاوس. يعني ايه اون هاوس؟ يعني زي جيست هاوس كده، عباره عن صاحب الفندق هو نفسه اللي موجود قاعد في الفندق وبيهتم بالزباين بنفسه. هيديك سعر لطيف، وقول له انك انت شفت الفيديو ده وممكن يديك ديسكاونت حلو. دي كلها ساحه كده لركن العربيات، برضو ممكن تركن هنا عادي ببلاش. Einer von den coolen Leuten hier dabei. Bosnien. حبيبي حبيب قلبي. حبيب قلبي. بص بقى يا باشا، لو ليك في تسلق الجبال والهايكنج، عندك الجبال دي يا معلم تستمتع بيها. بس خد بالك احنا مش بنتكلم في جبل واحد بس. عندك فالشن سي ديت، وعندك فالشن باج برضو في جبل هنا اسمه كده، وعندك كذا جبل تاني، واحد اسمه هيرتسوجشتاند والتاني اسمه يوخ باج. الاتنين دول اكبر اتنين موجودين حوالين البحيرة دي كلها. بس خد بالك البحيرة دي مش الوحيدة، في واحدة تانية جنبها بس انت مش هتشوفها من هنا كويس، هحاول اصورها لك في الطريق. بس هي جنب البحيرة اللي انت شايفها دي كلها، في ورا كمان بحيرة بس اصغر شوية اسمها كوخل سي. كوخل سي دي برضو جنبها، يعني برضو رايقة شوية، ممكن تنزل فيها رجليك تبلي مية شوية فاهم. احنا هنا بقى في الكوخا سي يا جماعة، ده بقى واحد تاني اصغر شوية جنب فالشن سي. حاجة تانية برضو ممكن تيجي تروق، يعني بص حاطين لك كرسي هنا منيمك فاهم، قاعدة روقان، قاعد هنا كده طر الجمجمة. انت هنا بقى في الكوخا سي، مختلف شوية عن الفالشن سي، اعتقد رايق شويه، بس في فنادق هنا اكتر من الفالشن سي. ده الفندق اللي قاعدين فيه؟ لا ده واحد تاني، بس دي اكبر واحده. وبرضو الجبال اللي حواليها دي، شايف الجبال اللي هناك دي برضو عليها تلج وغرقانه، دي كلها تسلق وفي ناس فوق اوريدي قاعدين يعني. برضو لو ليك في الجبال والفاندرونج والحته دي، هنا انت في اكبر جبال يمكن تقريبا في المانيا كلها، هي وايبسي. ايبسي اكبر طبعا، بس انت ستيل هنا في منطقه عاليه جدا عن سطح الارض. هنا بقى هوريكم قد ايه المانيا ممكن يكون فيها مكان حلو. بيطلع لحد الجنين بس. بيطلع لحد الجنين. القعده بقى هنا في الفندق ده يا معلم الليله الواحده ب 1500 يورو. هتلاقي معظمه فاضي دلوقتي لان مفيش اي سياحه خالص، وطبعا السعر مجنون يعني.
بس الناس بتيجي هنا تاخد بدال، تنزل تعوم، وهي دي ايبسي. Oh, ich kann es nicht mehr genau sagen. Also ich würde schätzen, gute 2 Stunden. الميزه اللي انا عايز اقولك عليها انك انت لو جيت المنطقه دي بصفه عامه، مش لازم هنا بس، في كذا بحيره جنبك. وخد بالك انا بالظبط نص ساعه من ايبسي، وبعدين عندك دي وعندك بحيره تانية، ولو بعدين في طريقك كمان وانت راجع على فرانكفورت هتقابل بحيره تالتة. المنطقه دي مشهوره بالبحيرات وبالجبال العاليه، ومشهوره قوي بالتزحلق على الجليد في الشتاء، ودلوقتي بيتعمل فيها فاندرون كتير جدا جدا. خد بالك الموضوع برضو خطر، يعني لو هتعمل هايكنج وتسلق جبال والجو ده كله حضر نفسك صح، الله يرضى عليك، عشان في ناس حرفيا ممكن تفقد حياتها في الموضوع ده. تخيل بقى انت كده عايش وجاي في الويك اند تقعد في المكان الجميل ده، يبقى انت لازم تقعد في ميونخ يا باشا. كل اصحابنا اللي قاعدين في ميونخ متدلعين، حواليهم جمال طبيعه خلاب والله يا ولاد المحظوظه. لو هتيجي بقى من بره ولسه ما جيتش اصلا، انا من رايي تارجت ميونخ يا باشا، فكر في مدينه ميونخ. وعلى فكره الناس اللي جايه على الدراسه او جايه على الشغل، ميونخ فيها فرص حلوه كتيره جدا. يعني مثلا من ناحيه الجامعه، في جامعه لودفيك ماكسيميليان LMU دي جبارة، بتستقبل طلاب من كل حتة في العالم على فكرة، وفيها برامج كتيرة بالانجليزي مش بالالماني بس. في بقى جامعة ميونخ التقنية واللي هي TMU، قوية في الهندسة، في التكنولوجيا، في العلوم البيولوجية، معروفة قوي في الحتة دي. في بقى جامعة العلوم التطبيقية في ميونخ، دي بقى مميزة، بتركز بقى على المهارات بتاعت سوق العمل، فاهم؟ المهارات التطبيقية دي مميزة. الحلو بقى في الموضوع ايه؟ ان ال3 جامعات دول كلهم فيهم برامج بالانجليزي. يعني انت يا باشا مش مجبر اصلا انك تتعلم الماني قبل ما توصل على الجامعة، تعالى بالانجليزي اللي انت عارفه، كمل بيه، ابدأ بيه، وفي خلال الفترة دي اتعلم الماني براحتك خالص. والميزة انك انت لو طالب، صباح الفل، ساعة ونص بقيت في المكان الجميل ده، تاخد روقان الويك اند، اقعد ذاكر قدام البحر. ميونخ مليانة جمال طبيعة وجبال وهمية حواليها، وبعدها بسيط، ممكن نص ساعة ساعة زي ما انت شفت. فكر يا معلم في التجربة دي. انا واحد من عشاق الطبيعة، بحب الف جدا، خصوصا من ساعة ما جيت اوروبا الموضوع زاد عندي اكتر. فكر فيها، هتاخد جمال طبيعة، هتاخد دراسة في اعلى جامعات في العالم كلها. خش على مواقعهم على فكرة وهتلاقي برامج كلها متاحة، يعني مش هاخدك خطوة بخطوة، انت اكيد تقدر تعمل كده بنفسك. خش شوف المواقع، هتلاقي برامج كتيرة قوي بالانجليزي كمان، خصوصا ان في كمان منح بتأديها الجامعات ديت لطلاب الخارج، لان هو اصلا بالنسبة له الموضوع بيزنس. من ناحية الشغل في ميونخ مش محتاج اتكلم، ميونخ من اغلى واغنى المدن في المانيا، خد بالك. يعني يا باشا ميونخ دي بتديك اعلى مرتبات في المانيا كلها، ده شيء معروف واي حد قاعد في المانيا عارف المعلومه. في الاخر فكر كويس قوي ان السفر مش متعه بس، لا لا لا، ده يا معلم علاج بجد لدماغك وحالتك النفسيه، خصوصا اللي عايش في الغربه هنا في المانيا زي حالاتي. الوحده هنا في الناس كتير قوي زيي، قاعدين في قرى مفيش حد حواليهم، قليل قوي لما بيعرفوا يعملوا صحاب. السفر ده في حد ذاته بيعالج حاجات كتير جدا في النفسية، بيخليك سوشيال اكتر، بيخليك اجتماعي، بيخليك تقابل ناس مختلفة، وممكن تقابل ناس يبقوا صحابك بعد كده في السفر. ولو عجبك الفيديو يا معلم ما تنساش لايك وشير، ودي كومنتي، ودي تعليقك، وبعته لاصحابك اللي عايشين واللي مش عايشين هنا. واشوفك الفيديو اللي جاي. يلا سلام.